هما مخطوبين في عرف الجمهور، لكن في عرفهم متجوزين وماشي معاها بمبدأ يا بت انتي مراتي. تصرفات عبد الله التركي وهايدي كامل وطريقتهم طريقة راجل مع مراته مش راجل مع خطيبته. ازاي بيلمسها ويقرب منها ويمسكها بالطريقة دي ويحضنها عادي كده قدام الناس بتضرب كف على كف منهم، وبيقولوا لهم حد يفهمهم انهم مخطوبين مش متجوزين. مين عبد الله التركي وهايدي كامل اللي قلبوا السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت بظهورهم مع بعض، وده في الصور والفيديوهات بحركات جريئة ما تنفعش تبقى بين المخطوبين. اللي بيعملوه صادم. معقولة عبد الله بيقول عن هايدي شفتها صدفة وما كنتش اعرف انها النصيب الحلو ليا في الدنيا. المفاجأة اللي ما بقتش مفاجأة لكل الناس واللي الكل متوقعه انها مش هتدوم، وكان غيره اشطر. وياما بلوجرز كانوا روميو وجولييت السوشيال ميديا، وبقى بينهم مصانع الحدات والمحاكم. اصلها مش دايما الحد. عبد الله وهايدي من اشهر التيك توكرز على السوشيال ميديا، مش بس بسبب المحتوى اللي بيقدموه، لان في زيهم كتير محتوى غير هادف بالمره، لكن بسبب اللي بيعملوه في الفيديوهات واللايفات اللي مستحيل كان ممكن حد يتخيل انها تكون بين ولد وبنت مخطوبين. والكل مستغرب هي الدنيا حصل فيها ايه؟ خروج وفسح وسفر وسهرات وبالاحضان، وده اللي خلاهم متصدرين الترند. يا ترى قاصدين يعملوا كده؟ هل دي طريقه مناسبه يعبر بيها عن حبه؟ الحقيقه لا، ومحدش يقدر يقول غير كده. تعليقات الجمهور كفيله تخليهم يعتزلوا السوشيال ميديا، لكن هم عاملين ودن من طين وودن من عجين. عبد الله وهايدي كل يوم فيديو اجرأ من اللي قبله، وعايشين مع بعض بما انهم يعني يوما ما هيكونوا متجوزين، فليه لا؟ الغريبه بقى ان اللي يشوف تصرفات عبد الله التركي مع خطيبته هايدي ما يشوفش فيديو ليه كان سبب في تصدره الترند لفتره طويله والدنيا اتقلبت عليه بسببه. عبد الله نشر فيديو قبل كده ونفذ فكره مهمه عن مفارقه الحياه، وازاي الانسان بينساه الانسان طول حياته وبيعيش في معاصي كتير لحد ما يتفاجئ انه بقى بين ايدين ربنا في لحظه ويتحاسب على كل معاصيه. بالفيديو ده جذب ملايين المصريين، والعرب اشادوا بالفيديو ده اللي كان انغام اغنيه تركيه شهيره واثر كتير في الجمهور وابكاهم، وده لانه كان صادق في كل اللي بيقوله، وعبر ببساطه عن ضروره عدم الغرق في بحار المعاصي ونسيان الموت اللي كل انسان هيشوفه لا محاله. نشوف فيديوهاتك نستغرب، نشوف تصرفاتك مع خطيبتك نتصدم الحقيقه. كمان لما مثل في اللايف معاها انه فارق الحياه، والغريب الموسيقى اللي في الخلفيه زي ما يكون قلبه حاسس اللي هو فارق الحياه ونفسه في اسد. كبسه كبسه، وده طبعا اسلوب الشحاده المعتاد على التيك توك. ده مش غريب لما تعرف ان هايدي كانت محجبه وخلعت الحجاب، وانها صلت استخاره وجالها علامات انها لازم تخلعه، ومن هنا طلعت ترند وسموها هايدي استخاره. بس هايدي شايفه ان هي وعبد الله لايقين على بعض قوي، وعلشان هو بلوجر ومشهور لما يروح يطلب ايديها ويتقدم لها مش هيروح زي اي شاب عادي، لا راح لها بزفه من اول الشارع لاخره. عبد الله راح يطلب ايد هايدي ومعاه الالتراس واسطول عربيات وراه والالعاب الناريه ماليه السما. مش مقتنعين انه بيتقدم بس، امال بعد كده هيعمل ايه؟ هو الحقيقه بيقول عليها مراتي في كل فيديوهاته، وبينشر ليها صور على حسابه الشخصي وبيأكد انها مراته، رغم ان اللي كل الناس عارفاه انهم مخطوبين وبس. السبب في تصرفاته دي انه بيغيظ بنت تانية اسمها نيرة، كان مرتبط بيها قبل كده وانفصل عنها، فطلعت في لايف وحكت كل التفاصيل. نيرة عرفت على عبد الله ولد تاني اسمه شهاب وغدرت بيه وظهرت معاه في لايفات، فهو طلع وقال لها وهو منهار روحي له، ومن هنا علاقتهم انتهت وظهرت هايدي في حياته، وعينك ما تشوف الا النور بعدها. المفاجأة ان نيرة وهايدي بقوا صحاب، وحصل للجمهور ايرور كده. فيا ترى شايفين تصرفات عبد الله وهايدي ازاي؟ هل يصح اللي بيعملوه هما مخطوبين؟ طب تفتكروا ممكن ما يكملوش مع بعض؟ وليه بيقول لها يا مراتي؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.